حكاية فيلمنا بتبدأ مع المحقق بودوين، واللي بيحكي قصة عن والدته كانت دايما تقولها له وهو صغير، إن الشيطان موجود وبيطوف في العالم بيدور على المذنبين عشان يجمعهم ويعذبهم وبعد كده بيقتلهم، وهو عامل نفسه واحد منهم عشان يقدر يدخل وسطهم. الشيطان ده كان بيستغل أي حادثة انتحار عشان يقدر يظهر في نفس مكان الانتحار ويقدر يتجسد في شكل إنسان. وبعدها بنشوف بودوين وهو قاعد مع واحد صاحبه وبيحكي له إن هو مش قادر ينسى الشخص اللي قتل أسرته من 5 سنين. وبعدها بتجيله بلاغ عن حادثة انتحار وبيوصل لمكان الحادث، بيلاقي المنتحر موجود على عربية واقفة قدام مبنى مكون من دورين. وبيقول بودوين إن مستحيل يكون المنتحر نط من المبنى ده، لأنه لو نط من الدورين أكيد مش هيموت. وكمان بيأكد إن دي حادثة انتحار مش قتل، لأن المنتحر كان ماسك سبحة في إيده، ولو كان اتقتل كان هيبقى ماسك في إيده أي حاجة يدافع بيها عن نفسه. وبيشوف بودوين مجرى المية وبيعرف إن العربية